انا ممكن اختصر لك الفيديو ده واقول لك ان الكارت ده يقدر يشغل لك كل العاب النينتندو سويتش على النينتندو سويتش نفسه بدون اي تعديل عليه. ولكن الموضوع فيه تفاصيل كتير قوي عشان الكارت ده فريد من نوعه وعمل جدل كبير جدا في الفتره اللي فاتت. ووجود حاجه زي كده لازم اوضحها كويس واوضح ازاي تستخدمها بشكل صحيح، لان في بايرسي او قرصنه ممكن تخلي الكارت ده يستخدم بشكل خاطئ. وفي الفيديو ده مش هتكلم عن اي طريقه من طرق البايرسي دي، ولكن هوضح لك ليه حاجه زي كده موجوده وليه هتغير وضع نينتندو بالكامل. اهلا بيكم. خلينا في الاول نقول ايه هو الماك سويتش. الماك سويتش هو عباره عن كارت بيقدر يقرا المايكرو اس دي كارد، تقدر تضيفه هنا، واللي من خلاله بتقدر تعمل باك اب للجيمز اللي موجوده عندك اوريدي. وبدل ما يكون عندك شرايط او كروت كتير من الجيمز الموجوده عندك، تقدر تعمل الجيمز دي باك اب وتحطها على المايكرو اس دي كارد الموجود هنا، وبالتالي هيكون عندك اكسس على كل الجيمز بتاعتك. تقدر تحط هنا لحد حتى 2 تيرا، فتقدر ان انت تحط مكتبه كبيره جدا من الجيمز الموجوده عندك اوريدي. وطبعا احنا بنتكلم عن شرايط فيزيكال بتكون موجوده عندك. يعني مثلا في اللعبه بتاعت ماريو اوديسي دي بتقدر ان انت تنقل الفايلات بتاعتها على المايكرو اس دي كارد بطريقه معينه، وبعد كده بتشغلها من الميك سويتش نفسه. فهنا هيكون مكان تخزين كل الجيمز بتاعتك، بدل ما انت تشيل معاك كل الجيمز دي وتكون واخده مكان كبير وعامله لك مشكله في الاستورج. ده هيكون الحل الامثل ليك. وطبعا انت تقدر تحطه مكان الكارد بتاعتك هنا بالظبط بنفس الطريقه اللي بتحط فيها الكارت بتاعك او الشريط بتاعك جوه النينتندو نفسه. ولكن لحد دلوقتي احنا لسه ما حطيناش اي جيم عليه. خلينا اوريكم ايه محتويات الصندوق في الاول. البوكس بتاعه بيجي بسيط جدا. انا طلبته وجيب معاه الكارت ده من ميك سويتش، من التيم بتاع الميك سويتش الموجود على علي اكسبريس. وطبعا هسيب لكم كل اللينكات بتاعته، وهنتكلم كمان على اسعاره وكل حاجه. ولكن زي ما انتم شايفين كده الفورم فاكتور بتاعه صغير جدا، وزي ما انتم شايفين كده البوكس بتاعه مستوحى من الايركرافت او الطيارات الحربيه، وشكله غريب شويه. ولو قلبته كده هتلاقي مكتوب ميد ان رشا، يعني هو صناعه روسيه. ولما تفتحه بتلاقيه بالشكل ده، جواه فقط الكارت نفسه. طبعا ما بيجيش معاه الاس دي كارد بتاعه، انت بتطلبه بشكل منفصل او بتستخدم كارت موجود عندك اوريدي. وعايز اقول لك ان في جهاز تاني بيجي المفروض ان هو كان يتعمل له شيب مع ده، ولكن حصل تاخير ومشكله، فانا عملت ريفند. والجهاز ده هو الميك سويتش دمبر. الدمبر ده هو اللي بيساعدك ان انت تاخد الجيمز دي وتحطها جوه الاس دي كارد. كل اللي بتعمله ان انت بتحط فيه الشريط اللي زي ده، وبعد كده بتعمل له بلجن في الكمبيوتر بتاعك، وبعد كده بتاخد الفايلز الموجوده هنا وتنقلها على الاس دي كارد عشان تقدر تستخدمها في الميك سويتش. خليني كمان اكد ان كل الجيمز اللي انا بستخدمها في الفيديو ده هتكون الجيمز اللي انا شاريها وعندي الفيزيكال كوبي بتاعتها. طبعا انت ممكن تسال سؤال بان في اصلا في الستور بتاع النينتندو سويتش تقدر ان انت تعمل بورشس لجيمز كتير قوي. طبعا انت ممكن تسال دلوقتي طب والجيمز اللي انا موجوده عندي اوريدي في الستور او انا شاريها من الستور بتاع نينتندو نفسه، الجيمز دي للاسف انت مش هتقدر تعمل لها ضم، لان الفايلات بتكون بس متخزنه على الجهاز نفسه وبتكون موجوده على الاكونت بتاعك بشكل عام. ولكن الفكره هنا ان انت لما تشتري الفيزيكال كوبي اللي زي دول من نينتندو بتاخدها بالرخصه بتاعتها، وبتكون انت الاونر او المالك الوحيد ليها. ولكن لما انت تيجي تشتري من الستور، انت كانك بتستعير الجيم نفسها من نينتندو لفتره كبيره قوي، فانت بتستخدم اللايسنس او الرخصه نفسها الموجوده في النينتندو ستور، وده اللي بيخليك تقدر تنزل الجيم عندك في السويتش بتاعك عشان تقدر تشغلها. ولكن ده مش معناها ان انت بتمتلك امتلاك كامل للجيم نفسها. طيب قبل ما نتكلم واقول لك ازاي ان انت تقدر تشغل الجيمز الموجوده عندك على الميك سويتش، خليني اقول لك حاجه مهمه قوي عشان تبين لك اكتر الفرق ما بين الايميوليشن والشريط نفسه اللي بيكون عندك. فكره الايميوليشن هنا ان انت بيكون عندك جيم تقدر ان انت تنزل المحاكي بتاعها، وبعد كده تنزل الفايل بتاعها والبايوس، وبعد كده تقدر تشغل الجيم بشكل عادي. وفي برامج زي ريوجينكس ويوزر اللي اتعمل له ترمينيشن طبعا من نينتندو، وبرامج تانية كتير وانا اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده. ولكن الفكره هنا في انك انت تقدر تستخدم الجيمز دي عن طريق ان انت بتاخد الفايل بس بتاع الاكس سي اي او الان اس بي. الاكس سي اي او الان اس بي دي الصيغ نفسها بتاعه الجيمز الموجوده على النينتندو سويتش. الان اس بي بتكون اونلاين والاكس سي اي بتكون فيزيكال. لما انت تيجي تاخد الجيم دي بتكون فايل واحد بس، ولكن الجيمز اللي زي كده اللي بتيجي تعمل لها دمب بتكون فيها فايلات كتير زي الاكس سي اي والسيرتيفيكت، ودي اهم فايلز بتكون موجوده في الشريط نفسه. والسيرتيفيكت دي معناها ان هي دي الشهاده اللي نينتندو
عملتها للجيم نفسها، والشهاده دي بتكون يونيك بمعنى ان هي بتكون فريده من نوعها. لكل جيم الشهاده دي بتكون موجوده، وانت بمجرد ما يكون معاك السيرتيفيكت دي من الفيزيكال جيم نفسها ده معناها ان انت عندك الجيم. ولكن الفكره دلوقتي في ان ممكن البايرسي او القرصنه لما تيجي تحصل على الاجهزه اللي زي كده ممكن جدا ان هم يقدروا ياخدوا الفايلات دي كلها ويرفعوها على الانترنت وتكون الجيمز دي فاليد للناس. بس خطوره الموضوع ده بانك انت لو عندك نفس السيرتيفيكت دي وانا عندي نفس السيرتيفيكت دي او نفس الجيم وشغلناها في وقت واحد، في احتمال كبير جدا ان يتعمل لنا بان انا وانت، يعني الاكونت بتاعك والسويتش كله يتعمل له حظر بالكامل. وزي ما هو واضح هنا ريوجينكس بتقدر ان انت تحط عليه الجيم وتشغلها على طول بشكل عادي جدا، والجيم نفسها هتشتغل معاك بدون اي مشاكل خالص. ولكن الفكره زي ما انا وضحت دلوقتي ان الميك سويتش مختلف عن الموضوع ده. يمكن نفس فكره الميك سويتش موجوده كمان في النينتندو 3DS لما عملوا الكارت ده عشان تقدر ان انت تنزل فيه كل الجيمز بتاعتك وتشغلها عن طريقه على طول. طيب دلوقتي كل الجيمز اللي انتم شايفينها قدامكم دي انا شاريها من على الستور بتاع نينتندو واقدر اشغلها في اي وقت بدون اي شرايط زي دي. ولكن انا دلوقتي عندي التو جيمز دول وعايز ان انا ادخلهم على السويتش بدون ما كل شويه افضل ان انا اطلع شريط وادخل شريط تاني. طيب دلوقتي انا نزلت الفايلز دي عن طريق سويتش تاني معمول له مودنج معناها ان هو معمول له هاكينج عشان تقدر ان انت تشغل عليه كل الجيمز براحتك. وطبعا انتوا عارفين يعني ايه مودد سويتش يعني انت تقدر تشغل كل الجيمز اللي انت عايزها، ووقتها انت مش هتحتاج ان انت تستخدم حاجه زي كده اصلا. خلينا نتكلم على الليجل واي. بعد ما انا عملت دمب نزلتهم على الكارت الموجود هنا، والكارت ده مايكرو اس دي كارد عادي بتقدر انت تستخدمه، ونزلت عليه الفايلز بتاعت زلدا تيرز اوف ذا كينجدوم وكمان ماريو اوديسي. طيب دلوقتي انت عندك الميك سويتش وفيه الكارد وفيه الجيمز بتاعتي دي. طبعا كل اللي عليك ان انت هتحطه في مكان الكارت نفسه، واول ما تحطه هنا زي ما انتم شايفين كده الجيم بتاعتي ظهرت على طول اللي هي زلدا، واقدر ان انا اشغلها دلوقتي بكل سهوله خالص بالاكونت بتاعي بدون اي مشاكل، والجيم بتشتغل كانها بالظبط الشريط بتاعي. الفكره هنا ان انت يكون عندك كذا جيم في نفس الوقت تقدر تنقل ما بينهم، بس الفكره كلها ان انت هتقدر تنقل ما بينهم بشكل انا شايفه كان ممكن يكون متطور بشكل اكبر من كده. ولكن الفكره هنا انت لازم تطلع الكارت وبعد كده تستنى ثانيتين تقريبا وتدخله تاني، ولما دخلت تاني ظهرت الجيم التانية اللي انا حاططها برضو. ففكره ان انت تفضل تعمل كده للكارت نفسه ممكن ده يضر الريدر نفسه او القارئ نفسه اللي موجود في الجهاز، ولكن ده طبعا مش هيحصل الا بعد استخدامات كبيره قوي. فبالشكل ده انا نقلت من الجيم دي للجيم التانية بان انا بس بخرج الشريط نفسه وبعد كده بعمل له انسيرت تاني. طبعا الفكره نفسها كانت هتكون اسهل بكتير زي الموجوده في 3DS ان انت تقدر ان انت تحط الجيمز بتاعتك وتنتقل ما بينهم وتشغلهم زي ما انت عايز. بس لو انت قلقان من فكره ان الريدر نفسه ممكن ان هو يبوظ مثلا منك، هسيب لك في الديسكريبشن رابط لدوك ستيشن تقدر ان انت تستخدمه. كل اللي عليك ان انت تحط الدوك ستيشن ده في الشريط نفسه وتركب الشرايط كلها بتاعتك، او تركب طبعا الميك سويتش جواه، وبعد كده تستخدم ريموت بيقدر هو يعمل ايجكت وانجكت للميك سويتش نفسه. فبالطريقه دي الموضوع هيكون اسهل بالنسبه لك وتقدر تنتقل ما بين الجيمز بشكل اسرع، وكمان في نفس الوقت طبعا هتحافظ على الريدر نفسه. شوفوا والميك سويتش لو انت جيت تشوفه على الويب سايت الخاص بالميك سويتش نفسهم هتلاقي السعر بتاعه $65، وحتى كمان الميك سويتش دمبر هتلاقي سعره $65. بس السعر على علي اكسبريس هتلاقيه عالي شويه، بس لو انت طلبته على علي اكسبريس هيوصل لك بسرعه، بس لو طلبته على الويب سايت الخاص بالميك سويتش هياخد وقت شويه عشان يوصل لك، وانا هسيب لكم اللينكات كلها في الديسكريبشن. عايز اقول ان شركه نينتندو شركه كبيره قوي، وكمان ليها السيطره بتاعتها على الماركت بشكل كبير جدا. الشركات دي بتبقى كبيره وتعرف ازاي ان هي تحمي الحقوق بتاعتها، وفي نفس الوقت مش هتمنع اي شركه من الشركات الموجوده ان هي تعمل انوفيشن او ان هي تعمل اصدارات من الكروت بتاعتها. ناس تانية بتستخدمها بشكل الليجل او غير شرعي. وعايز اقول كمان يمكن الديفلوبرز او المطورين بيعملوا ايفورتس كبيره ومجهود كبير عشان يقدروا يطلعوا لنا اجهزه زي كده وكمان جيمز زي كده. وانا معاك ان نينتندو اسعار الالعاب بتاعتها غاليه جدا، وممكن الجيم تفضل سنين كتير قوي بنفس السعر اللي تم اصدارها بيه، ودي حاجه لازم نينتندو تشوف لها حل، لان بالشكل ده اليوزرز والجيمرز بيكونوا عايزين يوصلوا للجيمز باي طريقه
عشان يقدروا يستخدموها على اجهزتهم. بس انا رايي برضو في الميك سويتش ان هو حاجه مميزه جدا وطريقه كويسه بان انت تعمل باك اب لكل الجيمز بتاعك على شريط واحد بس يكون معاك. دي حاجه طبعا هتريحك كتير، وهو ده اصلا المغزى من الجهاز نفسه. فكره ان انت تستخدم الجيمز نفسها اونلاين، ايوه طبعا ما دام هي الجيمز بتاعتك تقدر تدخل اونلاين وتستخدمها بشكل طبيعي جدا. وكمان طبعا انت مش هتلاقي اي فرق ما بين اداء الشريط نفسه اللي من نينتندو والاس دي كارد نفسه. بس طبعا لازم تختار اس دي كارد بكفاءه كويسه زي الاس دي كارد ده. كمان اللي انا بستخدمه هنا 512 جيجا، بس انت تقدر تاخد المساحه بتاعتك الكافيه ليه. انا مهتم جدا ان انا اعرف رايكم في الكومنتس في حاجه زي كده، وانا بحب جدا ان انا اقرا الكومنتس بتاعتكم، وبيساعدني قوي لما الاقي فيه اراء مختلفه ووجهات نظر في محلها. ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده، واشترك في القناه وفعل التنبيهات عشان ما يفوتكش الفيديوهات الجايه، لان في الفتره الجايه هنزل حاجات اقوى بكتير من اللي احنا قدمناه الفتره اللي فاتت. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.